ابطال نص العالم عامله شياط في 100 عقبه. ايه القصه؟ ايه الحكايه؟ خليكم معايا. ما تنساش تعمل لي متابعه ولايك وشير الفيديو عشان نوصل لكل جمهور النادي الاهلي واي حاجه تيجي من ريحه الحبايب. السلام عليكم. بعد فوز النادي الاهلي على العين الاماراتي بنتيجه 3-0 وحصوله على كاس القارات الثلاث، طلع علينا جماهير نادي الزمالك وبعض من اعلامهم عشان يشكك ويقول لك الاهلي جايب كاس وشويه ميداليات وعمل تمثيليه، وفين مندوب الفيفا وفين معرفش مين. اي انجاز بيحققه النادي الاهلي لازم الزملكاويه يقللوا منه، وبعض من الزملكاويه التانيين اللي هم على الجهه التانيه قال لك احنا فوزنا باللقب ده قبليكوا، احنا ابطال نص العالم قبليكوا، علشان هم كسبوا الكاس الافرو اسيويه. هم مش فاهمين اصلا ايه هي بطوله الانتر كونتيننتال. مبدئيا كده هوريك البوست دوت لعمرو الدرديري. طبعا عمرو الدرديري لو هتشوفه في التلفزيون مش هتكلف خاطرك حتى ترد عليه، هو هنا بيقول اي كلام. طبعا لو دخلت على الموقع الرسمي للفيفا مش هتلاقي اي حاجه من الحاجات دي. نيجي بقى عشان هم مش مكلفين خاطرهم يخشوا على موقع الفيفا يعرفوا ايه هي بطوله الانتر كونتيننتال وبتتكون من ايه. دي بتتكون من كاسين، كاس القارات الثلاث وكاس التحدي. اول كاس اللي هو كاس القارات الثلاث تصفيه ما بين بطل اسيا اللي هو العين الاماراتي وبطل اوقيانوسيا اللي هو اوكلاند سيتي، وخلص الماتش دوت 6-2 لفريق العين الاماراتي، وتأهل عشان يقابل بطل افريقيا اللي هو النادي الاهلي على القارات الثلاثه، افريقيا واسيا واوقيانوسيا، واللي فاز بيها النادي الاهلي 3-0 على العين. هيلعب بطل امريكا الجنوبيه مع بطل امريكا الشماليه، والفايز منهم هيلاعب النادي الاهلي على كاس اسمه كاس التحدي. كل دي بطوله منظماها الفيفا اسمها الانتر كونتيننتال. نيجي بقى للمباراة النهائية، اللي هيكسب كأس التحدي هو اللي هيلاعب بطل أوروبا اللي هو ريال مدريد. ده ما بيلعبش حد، ده بيستنى كله يصفي مع بعضه وبيلعب على كأس الانتر كونتيننتال، يبقى هو بطل العالم. ده ببساطة ممكن تقدر تخش على الموقع الرسمي للفيفا وتفهم البطولة دي أصلا ماشية ازاي. طبعا هم مش هيكلفوا خاطرهم إن هم يبصوا، ولو حتى بصوا مش هيعترفوا بكده. عمرو الدردير مش هو اللي بينزل البوستات ديت على الصفحة، ده أدمن ماسك له الصفحة. طبعا كل الصفحات اللي على الفيسبوك أغلبها صفحات ربحية، إن كانت أهلاوية أو زملكاوية، فلازم تلاقي اللي بيستخدم البوستات الدينية عشان يجمع عليها لايكات وتفاعل عشان يزود من أرباحه، وهتلاقي اللي بيستخدم بوستات من اللي هي بتضايق الجمهور التاني إن كان أهلاوي أو زملكاوي عشان يجمع عليها برضه تفاعل عشان يزود الأرباح عنده. في حاجة اسمها الربح من المحتوى. الربح من المحتوى دي أي حاجة بيكتبها، أي حاجة بينزلها، أي صورة، أي فيديو، أي ريلز، الحاجات دي بينزل عليها إعلانات وبتعمل له دخل كويس. في ناس عندها مبادئ ما بتتخطاش الحاجات دي، ما بتتاجرش بالدين علشان تجمع تفاعل عشان تزود من أرباحها، ما بتنزلش حاجة علشان هي ترند وهي مش صحيحة أصلا على صفحتها. في ناس بتراعي ربنا في تنشره لأنه هيتحاسب عليها. دي قصة لازم أقولها عشان الناس تبقى عارفة هي بتتعامل مع مين، عشان مش معنى ان انا جبت بوست لعمرو الدرديري انا عارف مش هو اللي كاتبه. بس انا لما بشوف التلفزيون بشوف العقليه اللي هو بيفكر فيها ما بكلفش خاطري ان انا ارد عليه، بس انا رديت على البوست ده بالذات عشان ده منتشر في جماهير نادي الزمالك، والموضوع مش موضوع ارباح وموضوع حاجه، لا، في فعلا ناس مقتنعه بكده وانا عارفها. بنحاول نفهمهم الصح وبنحاول نقول له خش شوف دور اعرف ايه هي القصه، واخر حاجه توصل معاه ليها يقول لك لما نشوف الماتش الجاي هيتلعب على كاس التحدي فعلا ولا هيطلع فنكوش. اشوفكم الفيديو اللي جاي.